اهلا بيكم في تاني حلقات 5 كورة. معاكم احمد الشبيني. طيب، مفيش كلام دلوقتي غير ماتش الاهلي والزمالك اللي كان في المملكة العربية السعودية، اللي هو نهائي كاس مصر السنة اللي فاتت، اللي انتهى بفوز المارد الاحمر 2-0 لنادي الزمالك. طب هنسمع مع بعض الفيديو النصين، نص النادي الاهلي ونص لنادي الزمالك. اول حاجة، كولر عمل اللي هو عايزه، قدر يكسب المباراة، ولكن في حبة حاجات لازم كولر ياخد باله منها. زي ايه؟ كولر حاول يعمل دايناميك او يعمل كومبو جديد، اللي هو كان كريم نيدفيد وعمرو السولية. الاتنين مع بعض تقدر تقول عمرو السولية ابتدى يكبر، وكريم نيدفيد ما عندوش المهارة او تقدر تقول عليها اللي احنا بنقول عليها لمسة اللعيب. مش مروان عطية ومش امام عاشور ومش كوكا حتى، ان كوكا كانت تقدر تقول اصابه جت في وقت غريب يعني. طيب الثلاثه مع بعض، امام عاشور كان متقدم كتير قوي في الاوقات، فكان في فراغ في نص الملعب متساب لنادي الزمالك يعمل اللي هو عايزه، خصوصا ان ناصر منسي كان منظم الضغط بتاع نادي الزمالك حلو قوي. محمد عبد المنعم ورامي ربيعه اللي عملوا ماتش حلو على فكره، ولكن كان الموضوع صعب قوي عليهم مع محمد هاني بعلي معلول اللي كان مختفي 3/4 الماتش. فالموضوع كان صعب ان انت تطلع بالكوره، تبتدي تطلع لنص ملعبك اللي للاسف مش عندوش اللمسات الحلوه الفنيه اللي انت عايزها، زي من امام عاشور ان هو ينزل هو اللي يستلم وكان يبتدي لك الهجمه. فكان في فراغ كبير قوي في نص الملعب، قدر نادي الزمالك يمسكه، ولكن كولر عمل اللي هو عايزه، كسب الماتش بتغييره محوريه سحريه في توقيت صح. محمد مجدي قفشه مع عمر كمال مع مروان عطيه، الثلاثه نزلوا مسكوا نص الملعب، غير الطريقه ل 4-1 خلى مروان عطيه هو بس اللي في نص الملعب او تقول هو المدافع، وكل الناس تقدر تتحرك وتعمل اللي هي عايزه. حتى حسين الشحات ابتدى يضم للعمق، عمر جابر بدنيا ابتدى يتعب، عبد الله السعيد خلاص السن بدأ عليه او بان عليه، فالماتش ابتدى يمسك او خلاص يروح لنادي الاهلي، والنادي الاهلي عرف يجيب الجون في الدقيقه او نقدر نقول اللي هي الدقيقه 83 لما محمد مجدي قفشه عرضها لامام عاشور. نفس التعريضه يا جماعه معموله الدقيقه 8 من رامي ربيعه، ده مش حظ، ده تخطيط كولر او هو دي الطريقه اللي هو حابب يلعب عليها، وكانت هتنجح من الدقيقه 8، ولكن التوفيق هو اللي خانه او امام عاشور ما قدرش يستلمها حلو او يتصرف فيها التصرف المثالي. النقطه اللي حابب اكلمكم عليها برضو خصوصا في النادي الاهلي، ان امام عاشور كان مختفي كتير قوي من المباراه، كان مختفي كتير كتير بجد. يعني هو اول 10 دقائق النادي الاهلي مسك الكوره، بعد كده 70 دقيقه لنادي الزمالك، واخر 10 دقائق شفت امام عاشور تاني. فعلى اي اساس يحصل على لقب المباراه او لقب افضل لاعب في المباراه لو انت هتقيس ان هو جاب جول وعمل اسيست وكان مختفي طول الماتش؟ طب ما انت عندك واحد نزل في حوالي 15 دقيقه قلب لك الماتش وجاب لك جول واسيست، محمد مجدي قفشه. انا من رايي ان هو كان يستاهل او يستاهل ال 50,000 دولار بصراحه. فهي دي يمكن النقطه اللي حابب اكلمك عليها. وكولر كمان خلي بالك ان هو في نهايه مشروعه، بمعنى ان هو بقاله كتير قادر يطور كل حاجه هو عايز يعملها في النادي من الف للياء، فهو في خلاص في اواخر نضوج المشروع بتاعه مع النادي الاهلي. 7 القاب مش حاجه قليله خالص، تتكلم في سنه ونص. فكولر لحد دلوقتي قادر يثبت ان هو الاصلح ان هو يدير النادي الاهلي، خصوصا ان هو داخل على دوري ابطال افريقيا وماتشات هتبقى تقيله، فكان لازم يختبر الماتش زي ده ويبتدي يلعب بالاوراق اللي هي زي كريم نيدفيد، عمرو السوليه، وحلو قوي ان هو ابتدى يشارك عمر كمان. نخش على الشق الثاني وهو نادي الزمالك. اي حد من جماهير نادي الزمالك لازم يعمل كده لمستر جوميز. ليه؟ الراجل ده رابع ماتش ليه. الراجل ده لاعب او بيلاعب بطل افريقيا زي ما لسه قايل لك، كولر في نضوج مشروعه بيلاعب جوميز اللي بيبتدي مشروعه. جوميز غلطاته بسيطه جدا، ولكن قبل ما نتكلم على غلطاته هنتكلم على ايجابياته. كل النقاط، كل المحللين في مصر عماله تقول لك الراجل ده بيستحوذ على الكوره، الراجل ده بيستخلص الكوره بسرعه، ومفيش 4-5 ثواني بتلاقي الزمالك مسك الكوره تاني. بس مع كل احترامي، هو لاعب نادي الاسماعيلي، ابو سليمي الليبي، وبعد كده الداخليه، فكل دي منافسين ما تقدرش تقيم جوميز عليها خالص. ولكن من اول امبارح فعلا جوميز نجح في تطبيق فكره، ودي حاجه لازم كل جماهير الزمالك تديله تعظيم سلام. انت بتلاعب بطل افريقيا، وزي ما بقول لك هو الدايناميك او الكيمياء بتاعتهم في مراحلها الاخيره حلو قوي ان انت وصلت لحاجه زي دي. ولكن الغلطات بقى الاتنين، ناصر ماهر ده ما ينفعش يقعد دكه. ناصر ماهر ده ممكن تقول هو فعلا احرف لاعب دلوقتي في نادي الزمالك، ما ينفعش خالص ان ده الراجل ده يقعد دكه. نزل قلب لك الماتش، ولكن بدنيا اللعيبه التانيه كانت واقعه، فما قدرش يوفق، او تقدر تقول الكيمياء برضو لسه ما كانتش عندهم عاليه، مش عارف يلعب قوي ال1 2، ما تقدرش التحرك والبوزيشننج بتاع اللعيبه التانيه.
فالموضوع كان صعب شويه. نصر التاني، ناصر منسي، اللي جماهير الزمالك كلها جت عليه، انا مش هقول غير حرام. ناصر منسي هو الشوط الاول هو من الاسباب الرئيسيه ان النادي الاهلي مش عارف يطلع بالكوره صح. اتفرج على الماتش التاني هتلاقي الناصر منسي مالي يشاور بيمينه، مالي يشاور بشماله، اضغط معايا هنا، قبل معايا هنا بالمصري. فهو ناصر منسي كان منظم لك اللي انت عايزه، عشان كده انت شايف ان الزمالك كان حلو. ناصر منسي يمكن ما استغلش الفرص اللي جات له صح، اللي هي كانت فرصتين برضه مش بالعدد الكبير، لان برضه انت بتدافع قدام النادي او بتهاجم قدام النادي الاهلي، دفاع تقيل زي ما انا قلت لك من شويه ان رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم لعبوا ماتش حلو، فالموضوع مش سهل. ناصر منسي مش هقول لك ان هو المهاجم الاساسي لنادي الزمالك، ولكن بديل كويس جدا. اللي حابب اتكلم عليه الناحيه الثانيه سيف مش موفق اصلا. سيف الدين الجزيري مش موفق من اول الموسم. سيف الدين الجزيري تقدر تقول خلاص في اخر مراحله مع نادي الزمالك، ما تفهمش هو عايز يلعب او مش عايز يلعب، ما بقاش عنده شغف طول الوقت من ساعه ما نزل وهو بيلعب ورا المدافعين، ما بيجريش على الكوره ولا بيضغط. شيكابالا معاه، فالموضوع كان صعب ان هما الاثنين يجاروا اللعيبه، خصوصا مع التغييره بتاعت كولر، الثلاثه بقوا بيتحركوا في كل حته، فقدرت تشوف هيمنه نادي الاهلي تاني، وهو ده كان دروب نادي الزمالك. ولكن جوميز ماشي على تقدر تقول خطوات ايجابيه. اقدر اقول لكل جماهير نادي الزمالك انت هتشوف فريق قوي كمان يعني فتره، وما تحكموش دلوقتي، اديله مثلا على الاقل شهرين ثلاثه، خصوصا مش نتفرج على ماتشات الكونفدراليه ساعتها نحكم. خلاصه الفيديو، الماتش كان حلو. حابب اقوله اخر حاجه ان الجون نسبه 99% الجون جون مش اوفسايد. يا جماعه التسلل ما بيتحسبش 90 درجه، يعني ما تيجي تقيس الخط ما تاخدوش 90 درجه، خده بميل، خده ب يعني موازي لخطوط الملعب. ساعتها هتشوف ان امام عاشور، انا عشان كده قلت لك 99%، لان ما جابتش بالسنتي ولا بالملي، هي ما اتجابتش بالظبط، ولكن هي بنسبه 99% جون. فخلينا نخلص من النقاش ده، لان الماتش خلاص خلص، النادي الاهلي فاز، فنديله كل الاحترام. علشان جماهير نادي الزمالك ابتدت يعني تتكلم ان الماتش كان متساب او الماتش كان صعب شويه اللي تسهل على النادي الاهلي. مفيش الكلام ده يا جماعه، احنا في النضوج، احنا في عز زمن الاحتراف، مفيش حاجه زي دي. اللي نقدر نقوله ان الماتش كان حلو، الماتش كان مثير، الماتش ما كنتش عارف مين اللي هيكسبه. ماتش يليق بالديربي الاقوى في الوطن العربي. وهي دي كان نهايه حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو في اي حاجه انا قلتها شايف من رايك غلط حابب نتناقشها اكتب لي في الكومنت. ودي كانت النهايه، مع السلامه.